هذا البروتوتيب اللي كتشوفوا قدامكم sous forme d'hélicoptère miniature. Il a été fabriqué au Maroc par nos soins. C'est un produit marocain. Le système il peut embarquer des caméras. هذا le dôme اللي كتشوفوه هنا أحمر اللي كيوصلوا حتى 3 كيلو. Donc il peut embarquer des caméras multispectrales, hyperspectrales, des caméras infrarouges, etc. Le dôme il est équipé d'un système inertial. Donc qui va garder toujours son horizon automatiquement pour permettre une orthophoto exacte. Il a la sphère, elle garde son cap. La sphère, elle garde son cap. Donc اللي كيسمح باش ان الصورة تاخذ بارفيتمون فيرتيكال. هذا لونجان عنده واحد لوتونومي كتختلف ما بين 15 دقيقة حتى ل 25 دقيقة ديال الطيران. وفيه واحد لو سيستيم ديال الجي بي اس ديال لا جيو لوكاليزاسيون. يمكن له يبقى اون ستاسيونير يمكن له يتديبلاصا اون فيتاس 210 كيلومتر. عنده ان سيستيم دو كونسيرفاتور دو كاب. هو هنا كيتحكم في لونتي كوبل باش كيعطيه لو كاب ديالو. هاد لونجان اون جينيرال il peut être destiné à plusieurs choses. La topographie, la photogrammétrie, l'orthophoto وحتى des besoins ديال l'agriculture. اللي يمكن نستعملوا دي كاميرا تيرميك ولا دي كاميرا ملتي سبيكترال ولا هيبر سبيكترال باش يمكن لهم يديتيكتيو مثلا سور ان شون لي زانومالي اللي فيه. دونك كيربحنا الوقت وكيعطينا بدقه فين كاين هو المشكل. وعندنا ان اوتر موديل هاد الطائره اللي كتشوفوا كيمكن لها حتى هي تستحمل كاميرات تاع الاشكال، غير الفرق اللي هي كيمكن لها تطير مده اكثر من هليكوبتر، وكيمكن لها تطلع العلوات اكثر لي زالتيتود بلوز امبورطون. هاد الطياره عندها اون اوتونومي اللي كتراوح ما بين 35 دقيقه، وعندنا دوتر كاتيجوري اللي كيوصلوا حتى ل 1 اور دو فول 60 مينوت دو فول. وان شاء الله حنا في البحث باش يمكن نطوروها حتى لساعتين ديال الطيران. هاد الطائره يمكن لها البو كوفغيغ، يمكن لها تشمل مساحات كثيره لان يمكن لها تطلع اكثر. حاليا وصلنا لواحد سكون ابيل بالفرنسيه لا ريزوليسيون ديال 3 سنتيمتر، وفي المستقبل غنهبطوا للميليمتريك. غادي نقدروا نومباركيو دي سيستيم اللي كيوصلوا حتى ل 50 ميجا بيكسل، وعندنا دي لوجيسيال كون ديفلوب حنايا اللي باش يمكننا نديروا لي زيم ام ان تي ودي رولوفي هيبر سبيكترال و ملتي سبيكترال كما كتشوفوا في لا ديمونستراسيون اللي هي قدامكم.